كيكه الشوكولاته اللي غرقانه شوكولاته بس من غير شوكولاته، تكلفتها على قد الايد وطعمها جامد محدش بيختلف عليه، وبجد هتدمنوها. صغير وكبير بيعشقها. يلا نوريكم الطريقه. السلام عليكم. ايه ده احنا لابسين زي بعض، عاملين ماتش. لسه ما خدتيش بالك انا لبست تيشيرت بني ليه؟ ولا لقيتها. حبايبنا في الله. وحشنا. معانا 4 بيضات. مش ملاحظه ان البيت بدا يغلى تاني؟ ليه بقى؟ تقريبا بتوع الطيبات رجعوا. طب ايه، خليكم طيبات والنبي. 3/4 كوبايه سكر، كيسين فانيليا 2 ها مش 1. سلام بقى لو عندكم فانيليا سايله، سلام بقى لو عندكم فانيليا تبقوا اغنياء. ربنا يجعلهم كلهم اغنياء يا رب. و3/4 كوبايه زيت. انا كل ما افتكر نفسي زمان وانا بخفق لما تقولي لي بقوه دي كان جسمي هو اللي بيتخفق. كنت بقعد انا اللي بتخفق. 2 معلقتين كبار مهرمين كاكاو، وخدوا بالكم لازم تجيبوا انضف نوع كاكاو، اسباني من غير سكر. 2 كوبايتين دقيق، كوبايه معياريه بتاعت اي بيت مصري، كوبايه يعني الشاي اللي هي الكوبايه دي، مج الشاي، وكيس بيكنج باودر. وطبعا هتتقل منكم بالشكل ده بس ما تقلقوش، ده مطلوب. هنسمي الله ونضيف كوبايه ميه مغليه، واهم حاجه تبقى مغليه. بالمناسبه دي بقى اللي كل شويه ياخد فيديوهاتنا، بياخد فيديوهاتنا وينسبها ليه وينسبها. وينسبها. واخده بالك؟ واخد بالك انت يا عمر؟ كل شويه نعمل اكله ذكي بيستنى 10 ايام ولا حاجه، 10-15 يوم، بعد كده يقوم منزلها عنده. طب قول لنا بتاعتنا عادي هنسيبك. حسينا ان هي محتاجه معلقه دقيق فضفناها. شايفين القوام بعد معلقه الدقيق؟ هو ده قوام مطلوب. تحفه. ايه ده؟ عامله ميكس معانا. الشوكولاته. هنجيب ايه بقى؟ ايه؟ بايركس بتاعنا مدهون ماده دهنيه، سمنه يعني زيت اي حاجه، ونسمي الله وننزل بيه في البايركس. بس انا عندي في مشكله مع البايركس ان هو دايما بيحرق، بيلسع سنه من تحت. يعني خدوا بالكم خصوصا لو بايركس بتاعكم رفيع. طبعا على فرن ساخن مسبقا، درجه حراره 180 لغايه ما الكيك تستوي. وطبعا اول تلت ساعه ما بنفتحش عليها نهائي عشان ما تهبطش ونرجع نقول البيكنج باودر بتاع الراجل بايظ. هنجيب حله صغيره فيها نص كوبايه سكر، ننزل عليها بنص كيلو لبن. بسم الله. كل ده نص كيلو؟ يعني بحبحت شويه. يعني ازيد شويه من نص كيلو. اه كيلو لبن يا جماعه، كيلو لبن. كيلو الا ربع لبن. ننزل بمعلقتين كبار كاكاو، نفس نوع الكاكاو التحفه اللي احنا مستخدمينه. حطوا نص كمان مش هيخسر يعني. هننزل بحوالي معلقتين كاستر، مفيش كاستر يبقى نشا عادي. بسم الله. وندي تقليبه، كل ده على البارد طبعا. بنفضل طريقه الكاكاو بالطريقه دي، في ناس بيحطوا عليها زيت بس احنا عايزين حاجه خفيفه في الحر ده، استبدلناها باللبن والكاستر او النشا. يلا نسمي الله ونحطه على النار، وهنفضل نقلب عليه على النار لحد لما يوصل للقوام ده زي الكاستر بس اخف شويه، ونغطيه ونسيبه يبرد. طلعناه من الفرن بعد ما بقت بالشكل التحفه ده، هنركنها على جنب. هناخد بقى الخليط بتاعنا ننزل عليه بمعلقتين كريم شانتيه خام. هنقلب بقى الخليط. بسم الله. ونركنه برضو على جنب كده. ناخد بقى الكيكه بتاعتنا بخله بقى، نسمي الله ونخرمها بظهر خله عشان الخرم يبقى واسع شويه. هي حاجه متوسطه بصبعكم. خرموها. هي اساسا عاوزه تتاكل كده مع كوبايه لبن. هنا معانا كوبايه لبن عليها معلقه كاكاو صغيره من غير اي اضافه سكر ولا اي حاجه. نسمي الله وندلق كده. كيكه المدمنين الشوكولاته. ايوه. هنسمي الله بقى كده، ندلق الطبقه السحريه. هنسيبها تبرد وتتشرب لمدة 5 دقايق كده عشان كله يبقى حلو. أيوة. مع بعض. بردت شوية، انتوا تسيبوها تبرد جامد، احنا لسه برضو ما هديتش قوي، يعني بقت دافية. معانا لوز هنبتدي نزينها بيها. طبعا ليه؟ اللوز ده مش لازم تحطوه بجد، احنا والله العظيم احنا بنحطه عشان التصوير بس، ما نرفعش التكلفة عليهم على الفاضي. ايوه، اللي عايز يضيف يضيف بالظبط، اللي عايز يحط جوز هند يحط، اللي عايز يحط اي حاجة عنده يحط، اللي مش عايز ما يحطش. وكده لوحدها كفاية يعني اللي نفسكم فيه. يلا ندوق عشان انا هتعملي ايه؟ بتدوقي ايه؟ انا دقت كتير بس ادوق ايه؟ كلت نصها. والله قطعه واحده. بسم الله. ايه ده؟ ايه رايك؟ انا قلت لكم انا ما بحبش ادوق بالحاجات الصغيره دي، طبعا اللي عارفني عارف معلقتي. لا مش معقوله، دي مش كيكه، عباره عن قطع جاتوه. عقابا لماما اكل القطع على بق واحد. عقابا ليه؟ بجد ايه رايك؟ والله قطع جاتوه. ماشي عقبال ما تبلع. اقسم بالله ما فيها غلطه، وخفيفه خالص. خفيفه بقى، ما فيهاش ان الشوكولاته تقيله او تجزع حاجة او كده. انا مستغربها جدا، هي خفيفه جدا. حاجه انا مستغربها بس لما حسبتها لقيتها طبيعي تبقى كده، ان هي مش مسكره خالص. وما حسبت كميه السكر اللي احنا حاطينها على الكيكه كامله، احنا حاطين كوبايه وشويه، حاجات بسيطه جدا. عظيمه. مش هتجزعكوا الشوكولاته الكتير، الناس اللي بتحس ان الشوكولاته في ايه. بس غريبه قوي. اديني فرصه اتكلم. باكل.
الناس اللي الشوكولاتات بتجزعها دي بالنسبه لهم هتبقى حاجه يا لهوي، خفيفه يا لهوي. جدا. بصي القطعه دي، القطعه دي. ايه يبقى هتاكلها برضو؟ لا يا مؤمن. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا، خفيفه ولذيذه وسهله ومش مكلفه جامد على فكره. اول مره ما اقولش رايي. انت مش فاضي تقول رايك، انت فاضي تاكل. بس هقول لك ليه، انا ايه مشكلتي دايما مع كيكه الشوكولاته؟ انها تبقى تقيله، اكل منها معلقتين احس ان انا مش قادر اتنفس واجزع. تتجزع وتحس انها دي تقيله. فعلا خفيفه، طعم الكاكاو ظاهر فيها، طعم الشوكولاته واللبن اللي فوق تحفه، ومن تحت بقت طريه عشان سقيناها بلبن. ايوه بجد جربوها والله العظيم هتعجبكم قوي. بجد جدا جدا جدا. في الحر ده خفيفه، ولما تسقع اكتر هيبقى النكهات فيها احلى طبعا. بس اهم حاجه ما تستخدموش نوع كاكاو تعبان علشان هتقرفوا من حياتكم، هتحسوها قمه القرف والوحشه في الحياه. دي اهم حاجه فعلا. نوع كاكاو نظيف تطلع معاكم عظيمه، وجربوها هتدمنوها. دمتم سالمين. والى اللقاء.